السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قناة يوميات وتم العيال. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وأفضل حال. معاكم محمد ابن توتة أم العيال. النهاردة حبيت أشارك ماما في المطبخ. ببص على المطبخ لقيت ماما سلقة قرنبيط، وفتحت التلاجة طلعت المقادير القرنبيط كلها. عملت بقى فقشت 3 بيضات، حطيت معلقة كبيرة من الدقيق، معلقتين كبار من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا اهو. بعد كده ماما جابت لي الخضرة. بعد كده بقى نحط معلقة ونص فلفل أسمر، وبعد كده هنحط معلقة ونص كزبرة ومعلقة ونص كمون اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا يا رب يكون يعجبكم ويكون مقرمش وهيطلع حلو وهتشوفوه. هي ماما واقفة معايا. دي معلقة ونص كزبرة ومعلقة ونص كمون اهو. بعد كده هنجيب شوية خضرة أو نقلب المقادير الأول. نجيب شوية خضرة، نحط شوية. أهم حاجة تحط كبشة الإيد دي عشان تبقى جميلة. بعد كده ايه، هنقلب المقادير كويس عشان مفيش تبقى حاجة مالحة أو مش مالحة، وعشان كلها تطلع متساوية. ولازم طبعا القرنبيط كل حاجة تبقى مظبوطة فيه. وبعد كده جبنا كوباية مية كبيرة حطيناها وهنكمل تقليب. في طبعا ناس بقى ايه بتحب تعمله بلبن، وفي ناس بتحب تعمله بمية. انا فضلت اعمله بالمية عشان تبقى خفيف ما يبقاش مكلكع وتقيل. طبعا انا بقلب المقادير كويس عشان تطلع مظبوطة. اهم حاجة في القرنبيط تقلبها كويس، لازم 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 نقلبها كويس عشان ما تبقاش في حاجة مكلكعة تبقى كتل في الخليط، ما ينفعش. لازم نقلب كويس اهو زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا ايه حاجة يعني روعة. طبعا ايه بقى لازم نقلب المقادير كويس جدا. انا حطيت شوية ملح وشوية ملح صغيرين كده. بيدي الملح ده بيدي نكهة وطعم جميل في القرنبيط، بحاجة روعة. طبعا حاجة روعة 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 روعة. ونقلب بعد كده، نقلب المقادير كويس. لازم نقلبها كويس كويس كويس. بعد كده هنجيب 5 فصوص توم معاهم حبة كزبرة وكمون. بعد كده هنحطهم في الخليط ونقلب كويس. لازم اهم حاجة نقلبه كويس عشان ما تبقاش التوم مكلكع، نفرول التوم فيها. لازم تبقى حاجة جميلة تحفة كده. طبعا ايه الخليط ده روعة اهو. بصوا شايفين عامل ازاي. لازم يعني هو لازم تقلب شوية عشان هو تقيل كده، لازم تقلب شوية يبقى طري خالص. بعد كده ايه اسمه ايه، هنحط القرنبيط كده. احنا خلصنا الخلطة كده. هنجيب القرنبيط هنسقيه في يمين وشمال يمين وشمال في الخلطة اهو زي ما انتوا شايفين. كل القرنبيطاية كلها تبقى شاربة الخلطة، واهم حاجة ان هو ما يشربش الزيت. كده نسمي الله، بسم الله. هنحط طبعا القرنبيط هنا كده، بسم الله. كده نجيب واحدة قرنبيط تاني نسقيها يمين وشمال يمين وشمال، نسقيها يمين وشمال يمين وشمال. بعد كده يمين وشمال يمين وشمال ونحطها في الزيت جنب اختها. بعد كده هنجيب واحدة تاني هنسقيها يمين وشمال يمين وشمال برضو. بعد كده هنقلبها عشان تطلع مظبوطة، ونصفي عشان الدنيا ما تغرقش، ونحطها في الزيت. بعد كده نجيب واحدة كمان. طبعا ايه بقى هنقلبها في المقادير كويس والخلطة عشان تطلع مظبوطة. هنحط كده. بعد كده ايه هنقلب القرنبيط شوية عشان ما يلزقوش في بعض، لازم ما يلزقوش في بعض خالص. طبعا بعد كده هنعمل ايه، هنستناه لغاية ما يستوي اهو. مستنيينه لغاية ما يستوي في الزيت ويطلع مقرمش وكريسبي، تطلع حاجة روعة من الآخر. هنستناه يستوي
طبعا ايه بقى القرنبيط ما ينفعش يتقلب في الزيت وهو لسه محطوط، عشان ما يفرولش ويبقى معجن ويطلع مش حلو، ويطلع مفرول في الزيت كده بص انا مش بقلبه، انا بفصلهم من بعض اهو. طبعا هو لسه مستواش، ورجعنا لكم تاني بعد ما يكون استوى شوية واتحط في الزيت اهو اتحمر اهو شايفينه، حاجة روعة. طبعا ايه انا بأمر عيش معاه عشان هناكله بعيش، احلى حاجة لما ناكل القرنبيط بالعيش اهو. نستناه نأمر العيش كده، نشوف القرنبيط استوى ولا لسه. لا لسه، استنى حبة كمان. القرنبيط بيطول شوية في السوا عشان الخلطة اللي فيه، عشان البيض والدقيق والنشا وكده. هو دلوقتي بيتحمر اهو كده، هو خلاص قرب يستوي، هو خلاص قرب يعني فاضله سنة صغيرة، خلاص هو كده قرب، مستنيينه طبعا. بعد كده استوى خلاص، خلاص قرمش اهو، بقى لونه غامق، بقى اللون المقرمش. بصوا عامل ازاي، شايفين المنظر اهو. كده نطلعه نحطه في الطبق، بيزحلق كده. نصفي دي كمان بس يبقى شكلها عامل ازاي اهي، جميل جدا طبعا، حاجة روعة روعة روعة. كده هنجيب الصغيرة دي خالص نصفيها ونحطها، ودي كمان لازم ما يشربش زيت عشان ما يبقاش معجن وانت بتاكله ويبقى طعمه وحش كده. يعني اللي بعديها اهي خلاص خلصنا كده، هنعمل كام واحدة كمان بعديها. هنطلع الرقيش دي اصورها لكم بعد ما اطلعها. بص انا جبت الطبق اهو، جبت المصفى، الزب بيطرطش يا لهوي بيطرطش. طلعت القرايش انا طبعا. كده هنجيب القرنبيط تاني وهنقلبه يمين وشمال في الخلطة عشان ما يبقاش اسمه ايه، عشان يبقى مليان خلطة ويبقى جميل. نجيب واحدة كمان، جبت واحدة كمان، هنعملها نفس الكلام، نسقيها في الخلطة عشان يطلع جميل اهو. مستنيينه لغاية ما يستوي. طبعا انا هقلبها عشان يبقى القرنبيطة كلها خلطة، عشان كده هنحطها في الزيت. عايزكم طبعا بقى تحطوا اللايك والاشتراك وتشيروا الفيديو، ولو الفيديو ده جاب 1,000,000 لايك هعمل لكم فيديو تاني عن اكلة جديدة بقى، وحذروا في التعليقات الاكلة دي هتكون ايه. عايزكم تشجعوني وتشوفوا اكلي انا احلى، كتحدي بين انا وتوتة ام العيال، اكلي انا احلى ولا اكل توتة؟ اكتبولي في التعليقات. طبعا توتة كان باين عاملة فيديو قرنبيط قبل كده، يبقى خشوا شوفوه، خشوا شوفوا الفيديو بتاعي يعني. طبعا ايه، حطوا اللايك والاشتراك، وما تسيبوش فيديو تحطوش لايك واشتراك، وتحطوا لنا تعليق جميل كده. طبعا ايه القرنبيط اهو بيستوي، مستنيينه لغايه ما يستوي. طبعا شكله جميل قوي بالخضره في الزيت، حاجه روعه. وطبعا عايزكم بقى تشجعوني وتقفوا جنب اخوكم محمد وتحطوا اللايك والاشتراك، اهم حاجه اللايك والاشتراك، او بصوا اللايك اهم حاجه، وتعملوا شير للقناه، لايك واشتراك وشير اهم حاجه في القناه عشان نكبر ونعمل تحديات كتير، وهوريكم بعد كده التحديات اللي انا هعملها. طبعا ايه بقى القرنبيط اهو بعد ما استوى هنطلعه اهو. طبعا شكله جميل قوي ذهبي، لونه يفتح النفس. طبعا اهو شايفين، حاجه روعه اهو. نصفيه من الزيت عشان ما يبقاش شارب زيت. حط اللايك بقى، هنحطها بعد كده نجيب التانية هنصفيها من الزيت. يلا زعلقت، هنجيب اللي بعديها نقلبها شوية، لسه مستووش دول. بعد كده ايه هناخده خلاص كده، خلاص هنطلعها، لونها دهبي حاجة روعة جميلة اهو. نطلع دي كمان، يعني بصوا اللون الدهبي عامل ازاي، شايفين الجمال، شايفين كده. خلاص احنا خلصنا القرنبيط كله،
وهوريكم شكله دلوقتي. ثواني اهو. هو ده شكله، شايفين الروعة عاملة ازاي اهو شكله. لو عجبكم شكل القرنبيط حطولي لايك واشتراك، اكتبوا لنا تعليق اهو شكله، شايفين اهو حاجة روعة، جميل ومقرمش وكريسبي وذهبي، لما تاكلوا يقرمش كده. يلا باي باي.